بما إن ده وقتها موجودة كتيرة في السوق وكمان سعرها مناسب جدًا، فقررت أشارك معاكم الطريقة الصحيحة البسيطة الأصلية اللي هتفضل لمدة سنة كاملة موجودة عندكم من غير ما يتغير طعمها أو ريحتها أو لونها، ومن غير ما نشوف الحاجات الغريبة اللي بتكون على وش البرطمان. إذا كنتم بقى أول مرة بتشوفوني أنا رنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. يلا نبدأ بسم الله. معايا هنا يا بنات 2 كيلو من الشطة، طبعا هي كتيرة في السوق وكمان سعرها رخيص، الكيلو 15 جنيه، وفي بعض التجار بيبيع ال2 كيلو ب25، يعني من سعر الكيلو ب12 ونص. بجيب بقى الشطة، كنت الأول بصراحة مش بغسلها زي ما كنت بشوف الأكبر مني كان مستحيل يغسلوا الشطة اللي بتتخزن، لكن بصراحة بقرف منها إن أنا يعني أستخدمها من غير غسيل، فبغسلها كويس تحت مية جارية، وفي مصفى مثلا زي اللي انتوا شايفينها دي بسيبها حوالي بس نص ساعة تصفي كل المية اللي موجودة عليها. ببدأ بقى اخد قرن الشطة، اشيل القمع واقسمه 2 أو 3 حسب حجم قرن الشطة. بعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا انا جبت كمية صغيرة عشان اصورها معاكم، لكن انا في الحقيقة طبعا بخزن كمية اكتر من كده عشان تفضل عندي طول السنة. هنا بقى اختاري زي ما انت عايزة طريقة الفرم، تفرميها في الكبة او في مكنة البسكوت او في المكنة اللي هي بتاعة اللحمة اللي هي بالكهرباء او بالمخرطة اليدوية، اي حاجة يعني اختاري زي ما انت عايزة بقى ايهما اريح ليكي او المتوفر عندك. انا طبعا عندي الكبة دي بفرمها فيها. ممكن في ناس بتشيل البذر من الشطة يا بنات، اللي هو الحب الصغنن هتلاقيه حتى على الحرف الازاز بتاع الكبة، ممكن تشيليه حسب رغبتك. عايزة تسيبيه زي انا ما سيبته، انا بصراحة انا مش بشيله، فحسب زي ما انت عايزة. افرميه برضو من المستوى اللي تحبيه، في ناس بتحبها ناعمة قوي، في ناس بتحبها خشنة، وفي ناس بتحبها وسط، انا بفرمها وسط. بعد ما فرمت ال2 كيلو بجيب بقى اهم مكون اللي هو الحافظ او المادة الحافظة اللي بيفضل محتفظ بها لمدة سنة كاملة طبعا بره التلاجة. هي التلاجة هتاخد ايه ولا ايه؟ كيلو الشطة يا بنات ليه كوباية كبيرة من بتاعة المية مليانة ملح. هتقول الملح كتير، لا مش كتير، لو الملح بتاعها بقى قليل هتعمل ريحة وحشة او هتعمل عفن او هتبوظ بمعنى اصح، بالذات ان احنا اصلا مش حاطينها لا في تلاجة ولا فريزر، انا بحطها في دولاب المطبخ عادي خالص. عايزه اقولك ان احنا انا دلوقتي بخزن معاكم اهو الشطه السنه دي، وعندي اكتر من برطمان شطه من السنه اللي فاتت، وشه زي النص زي القاع كله زي بعض، ومستحيل لونها يتغير ولا يكون ليها ريحه ولا يكون لها عفن على وش البرطمان زرقاء او سواد كده. وطبعا السر في ان الوش بيكون زي يعني بيكون طازه، هقولك دلوقتي هو ايه. بعد ما قلبت الشطه كويس بجيب برطمان يكون نظيف كده وناشف، وابدا ان انا اعبي الشطه بتاعتنا. بحب البراطيم الوسط، بجيب دايما البرطمان الكيلو بيكون وسط، بتفتحيه مثلا يقعد عندك اسبوع 10 ايام وبيخلص على طول كده. ما بحبش بقى البراطيم تجيب برطمان من الكبير اللي هو ال10 كيلو وتخزني فيه الحاجه، لا. ولا يكون برطمان صغنن كده يعمل اعداد كبيره على الفاضي، لا طبعا هو برطمان كيلو بيبقى حجمه حلو خالص. اللي هيخلي بقى وشه زي النص زي كله مفيش عفن ولا زراء ولا اي حاجه هو الملح. معلقه ملح كده على وش البرطمان، غطي او املي بق البرطمان كله بالملح. اصلا البرطمان صغير، هي معلقه ملح زي ما انتم ما شفتوا كده هتملى وش البرطمان، ونقفله كويس جدا. بنحتفظ بيه في دولاب المطبخ بيفضل سنه كامله عندك، بص بنفس الطعم والريحه واللون. تستخدميه بقى في المخلل، تاخدي منه معلقه كده للطبيخ، للحشو للدقة للسمك في التتبيلات، ينفع لحاجات كتيرة جدا. كانت بقى شوية صغيرين عندي حطيتهم في البرطمان ده، ولما باجي افرم تاني بكمله للاخر وبعمله بنفس الطريقة. وزي ما قلتلك بتشيليه في دولاب المطبخ بيفضل عندك زي ما هو. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك.